الزميل النائب حسن عريبي. تفضل سي حسن. شكرا السيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الوزراء، السادة والسيدات الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيد الرئيس، سوف أركز على محورين فقط هما تحسين الحكامة وتعزيز دولة القانون. في الفصل الأول الذي تحدث عن العصرنة والرقمنة وإصلاح العدالة وتحسين العلاقة مع المواطنين، حديث طويل قرأناه تكذبه أرقام جرائم الفساد بكل أنواعه وأشكاله، والتي تحجب كل هذه السياسات وتحولها من أفعال معزولة إلى جرائم مهلكة وشبكات عابرة للقارات، حيث تحولت تجارة المخدرات من كيلوغرام إلى قنطار، ومن قنطار إلى 7 قناطير، في الوقت الذي تفاخر فيه حكومة السيد يحيى بتعدد آليات مكافحة الفساد الذي أصبح ينمو يوما بعد يوم، حتى صرنا نسمع بضبط كميات من المخدرات في محافظ تلاميذة الابتدائي والمتوسط، دون أن نتحدث عن باقي المؤسسات التربوية والجامعية التي صار أكثرها فضاء لترويج هذه المواد السامة، في الوقت الذي تقوم الدنيا ولا تقعد بسبب تلميذة أدت فريضة الصلاة في فناء مدرسة جزائرية دينها الإسلام. هذا جانب واحد من جوانب الخلل الذي أصاب منظومة الحكامة، التي يسعى القانون إلى تعزيز أركانها بالتسويق لإجراءات نظرية. فشلت حكومة يحيى في تجسيد الوعود التي قطعها على نفسه منذ أن بدأ مسيرته على رأس الجهاز التنفيذي، وسوف أقول 4 أمثلة. أولا، فشل السيد الوزير الأول فشلا ذريعا في تجسيد قانون التعامل بالصكوك، وانهزم أمام بارونات شكارة ولم يستطع أن يفي بوعده في هذا الاتجاه. ثانيا، فشل يحيى في تنظيم تجارة العملة الصعبة وتصريف النقد لفتح شبابيك خاصة لرقابة الدولة، بل إن هذه السوق استفحلت في أكثر من سكوار، وصارت كتلتها النقدية تتحدث عن ميزانية فلكية لا يعلم إلا القليل من يقف وراءها ومن يديرها ومن يستفيد منها. ثالثا، فشل يحيى في التصدي لظاهرة تضخيم الفواتير في عمليات الاستيراد وتهريب العملة خارج رقابة القانون باسم حرية التجارة الخارجية التي ملأت أسواقنا بمنتوجات رديئة وضارة وأحيانا منتهية الصلاحية، مما أثر على الصحة العمومية وساهم في انتشار أوبئة جديدة عادت بنا إلى زمن أمراض الفقر والمجاعة. رابعا، فشل يحيى في الحد من جريمة التهرب الجبائي وفوضى التحصيل بمعاقبة صغار التجار والحرفيين والإقطاع المباشر من روابط الوظيف العمومي والمهن الصغيرة، بينما يحظى بارونات القروض بضمانات والمضاربون وأصحاب المشاريع الكبرى بامتيازات كبيرة وإعفاءات غير معلنة، بالإضافة إلى المضاربة بالعقار وتبييض الأموال والاستيراد الامتيازي الذي صار محتكرا لبعض الفئات في غياب تام للشفافية في المعاملات البنكية والمصرفية والقروض، وتأخير ربط هذه العمليات كلها بشبكة إلكترونية تتضمنها في نسق معلومات وطني خاضع لرقابة إلكترونية ممركزة يعرف من خلالها الرأي العام الوطني من هم هؤلاء البارونات الذين يحتكرون استيراد الكثير من السلع. هذا على مستوى تعزيز دولة القانون. وفي الأخير، أود أن أحيي الشعب الجزائري على تلك المظاهرات التي خرج فيها سلمية، أن مطلب الشعب الجزائري. حسن عريبي، شكرا.